السلام عليكم، صحة رمضانكم، صحة فطوركم. مع وصفة جديدة، وصفة الكبة السورية. الكبة السورية باش نديروها نحتاجو الكمية من البرغل. أنا استخدمت هذا البرغل اللي وريته لكم. حندير نصف العلبة، نصف الساشي في وعاء، نفرغها، ندير معها نصف ملعقة أو أقل ملح وكمية من الماء المغلي 3 أضعاف الكمية. يعني تكون على اكزامبل درتو كاس برغل، ديروا 2 كيسان ونص أو 3 كيسان ماء مغلي، تغلوه مليح مليح وتفرغوه على هذاك البرغل وتخلوه يبات ليلة كاملة. تغطوه وتخلوه يبات ليلة كاملة. الصباح تصيبوه باللي يشرب هذاك الماء كامل، وتحكموه تصفوه على صفاية هكذا، وتبدو تعجنوا فيه بيدكم، تمعسوه هكذا بيديكم تعجنوه باه تخرجوا منه كمية السوائل اللي فيه. لازم يجي ناشف تماما من الماء. راح نواصل العملية بالضغط باستمرار هكذا باش نخرج السوائل اللي داخل البرغل. كما تشوفوا راني قاعده نضغط مليح بيدي باش يخرج هذاك السائل، يخرج هذاك الماء من البرغل ويصبح ناشف. شوفوا انا نشفته كامل وفرغته في هذا لا ريسيبيون هذه. الان راح نضيف كميه التوابل. التوابل عندي ملعقه صغيره فلفل اسود، عندي ملعقه صغيره كمون، عندي كمية من البابريكا أو فلفل عكري، تحبوا حار ولا حلو، وراح نضيف كمية من راس الحانوت الأحمر أو بهارات مشكلة، ذوق اختياري، وكمية من الكركم برك من أجل اللون. هنا بصلة مبشورة، شوفوا هذه بصلة كبيرة، رحيتها وبعد عصرتها ملح من الماء حتى نشفت خلاص وفرغتها معاه. لازم باش يجيك من البرغل ناجح وينجح لكم لازم تنحوله اي سائل، يعني ما يكونش فيه قطرة ماء، تمعسوه مليح مليح. اي اضافة تضيفوها لازم تكون ما فيهاش الماء. راح نخلط. انا استخدم يدي لانه يدي افضل باش نتحسس الاماكن اللي ما دخلت لهاش التتبيله او البهارات هكذا. وبمتو راح نعجن لانه يحتاج العجن كثير، ومن بعد راح نرحوه. الان راح نعجن هكذا بيدي حتى تتجانس هذيك المكونات تختلط ببعضها. نواصل العمليه. والبرغل ماهوش يعني أكلة جزائرية، هو في الأصل أكلة شامية يعني سورية. الأتراك يأكلوه، السوريين اللبنانيين. أنا نحبها هذه الأكلة، كليتها لهنا يعني من عند خواتنا السوريين في مطعم، عجبتني تعلمتها وفضلت أني نشارككم ونديروها مع بعضنا ونتعلموها. لما لا نتعلموا ثقافات أو ثقافات الطعام المختلفة ونتقنوها ونزينوا بها موائدنا. الآن أنا ضفت كمية من اللحم المفروم. اللحم ديروا اللحم ما فيهش شحم، يعني يكون أحمر، يعني هبرة ما فيهاش الشحم، ما فيهاش الدهون. تخلطوا اللي قدرتوا عليه. ماذا بيك من اللحم ديروا زيادة شوية، ديروا نصف كمية البرغل وكل واحد ومقدوره، يعني نعجنوهم مع بعضهم. الآن راح نديرهم في هذا الروبو هذا، نرحيهم. ما تديروش بزاف، ديروا بشوية، الكمية بشوية باش يرحوه لكم. أنا هذا رحوه لي، شوفوا واش رجعوه لي أرطب. لازم يترحى هكذا، يترحى مليح باش بعد كي نجو نشكلوا العجينة أو الكبة تاعنا جينا سهلة وما تفتتلناش. لازم ترحوه ناعم هكا. انا درت بشويه، نرحي بشويه، ما رحيتوش كامل، نرحي بشويه في الروبو لانه كي ديروه كامل ما يرحيه لكمش، رحوا بكميات صغيره يعني. الان نحيته درته هنايا. راح نروح نحضر الحشوه تاعي او الحشو اللي راح نديرو داخل الكبه. شوفوا كيفاش جاني ارطب املس، يعني يتشكل لي في يدي. ها شتوه يتشكل لي، كي نجي نشكله يتشكل.
بالنسبة للحشو، انتم تعرفوا الحشو طبعا، اللحم، البصل، كمية من البهارات، تقلوهم مليح، طيبوهم. انا هنا عندي شوية لوز محمص ومرحي ضفته، وهو الافضل تضيفوا كمية من الجوز يعني يجي افضل. انا ما عنديش الجوز. كمية من اللوز. جات بنينة تهبل وريحتها كي تكونوا تقلوا فيها شاهي. الآن راح نبدأ تشكيل الكبة تاعي. شوفوا راح نوريكم الطريقة كيفاش أنا شكلتها على طريقتين، وأنتم شوفوا الطريقة اللي تعجبكم تجيكم سهلة. راح نستخدم الزيت في يدي باش ما تلصقليش في يدي وتسهل لي عملية تشكيل حبات الكبة السورية الكبة السورية. راح نديروا الكبة السورية تاعنا نشكلوها. شوفوا لازم نغطوها بكيس بلاستيكي او ببابي غذائي باش ما تنشف اللاش. اذا نشفت لنا خلاص ما تجيش تخدم لنا، لازم تغطوها لان تنشف ثم. راح نديروا كريه في يدنا هكذا ونحاولوا ان نديروا هكذا. شوفوا نفرغوا، نديروا تجويف داخل الحبه، ومامتو رانا نرققوا في هذاك في الخارج يعني، ونخدموا من تحت شغل تحديب لهذيك الكريه. راح نديروا كميه من الحشو. انا هنايا شوفوا جمدت لي شويه. ماذا بيكم الحب اللي ديروه في الحشو ديروا شويه فيه دهون يعني مجحم شويه تجي مليحه، ماشي اللي في البرغل لازمش يكون فيه اصل الشحم. نغلقوا هكذا بالطريقة هذه، سيسوها برك بشوية ونخدموا هكذا بصباعنا. شوفوا تلاحظوا اني بصباعي تحتانيين تاع يدي الاخر راني نخدم من تحت ومن هنا راني نشكل. راكم تسمعوا زقزقة العصافير تاوعي. العصافير دائما يرفقوكم في الفيديوهات. شفتوا كيفاش جت الحبة جت تهبل. راح نزيدو حبة واحدة اخرى. دائما باستخدام الزيت، ندهنو دائما يدينا بالزيت ونشكلو هكذا. ما تنسوش تضغطوا على الاشتراك. اضغطوا على الاشتراك وفرحوني. الان راح نزيد حبة واحدة اخرى. تشوفوا كيف نشكلها. ان شاء الله تعلموها برك، ان شاء الله نفيدكم يا ربي تعلموها ونكون قدمت لكم حاجة يعني مفيدة. اوكي شوفوا كيفاه. هاي تخدموها هكا برفقة، ما تضغطوش، برفقة بشوية تتشكل. وعلى بالكم هذه الكبة هذه متبعوا طريقتي، ما تتحللكمش كامل في الزيت، تجي تهبل تكسروش برك الملح وتجيك مش مالحة بزاف. اكتبولي في الكومنتات اذا عجبتكم وملاحظاتكم. هكذا نكمل الكمية تاعي. هما الكبة يديروها مع صوص بلانش هكذا، مع حليب، مع باش وشنو. انا ما نحبهاش هذيك. تعرفوا احنا شويه الجزائريين ما نحبوش الاكلات الغريبه اللي غريبه على موائدنا يعني، ذوقنا شويه صعب يعني. رفقتها بمرق كيما اللي نديروه في طاجين الزيتون باه ما تجيناش ما نقدروش تاكلوها هكا ناشفه وحدها يعني مع الخبز ولا الكسره. رفقتها بمرق الزيتون ومن بعد نوريكم كيفاه درتو. تبعوا البنات شوفوا هاي الطريقة. هذه الطريقة الأولى نظن بلي سهلة وبسيطة. نشوفوا شكلها كيفاش جات. راح نوري لكم الطريقة الثانية وكل واحد واش يساعده. ايضا اللي تابعني من
الرجال يعني ولا الإخوة المتابعين الذكور، إذا عجبتكم الوصفات نتمنى يعني تنال رضاكم وتشتركوا في القناة باش تكبر، وثانيا نحط لكم وصفات واحدة أخرى ونتعلموا مع بعضنا حوايج جديدة مفيدة وسهلة وبسيطة ونقدر نديروها ومقدور أي إنسان يديرها. الآن هاي ليكم شوفوا مليح، لاحظوا مليح راح ندير بين هذوك الكفين تاع يديا، نحاول نخدمها بالعقل دوك تشكل لكم هذيك الطريقة، هذيك الشكل الحلزوني من تحت يعني. شوفي كيفاش تجي، شوفي كيفاش تشكل وما تحلش ما تفتتش. شوفوا يا اخي العجينة كيفاش ملساء طرية رطبة. عليكم هزيد لكم حبة واحدة أخرى. شوفوها، شوفوا الطريقة كيفاش، ما تخافوش منها كي تكونوا تخدموها. اخدموا معليش تخسركم واحدة زوج، عاودوا حتى تتعلموا. اخوتنا المشارقة يديروا حتى مع الحشو يديروا صنوبر. احنا تقدر تدير زقوقي، تقدر تدير جوز، اي مكسرات، نوع مكسرات يجي افضل طعم ليها. جيب الجوز، جيب الجوز تجي هايلة. هاي لكم الحبة تاعنا كيفاش تجي، شفتوا كيفاش تجي ويجي شكلها ما شاء الله. شوفوا الحبات تاعنا كيفاش جو شكلهم. هذاك الرطل درت النص تاعو، يعني درت 250 غرام. شفتوه واش داير لي. درك في مقلاة راح نحط الزيت، نكثروا شويه الزيت ونقوي النار تسخن مليح 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 مليح. تسخن الزيت نقص شويه ونرمو الحبات تاعنا تاع البرغل. راح نعطيكم زوج نصائح في عمليه القلي. اول حاجه ما تستخدموا حتى ملعقه حديد، اي حاجه حديد او معدن ما تستخدموهاش الا خشبيه ولا سيليكون. وما تقلبوش الحبات على البرغل، حطوها هكذا ارموا عليها الزيت. ولازم ثاني المقله تاعكم ما تكونش تلصق، لانه اذا كانت تلصق حتلصق لكم حبه البرغل من تحت، حبه باردو الكبه من تحت، وما تقدروش تقلبوها. واذا جيتوا تقلبوها تفتت لكم. يعني المقلاة انا علاش استخدمت هذه القديمه شويه، درت المقلاة تاعي جديده لصقت لي الحبه، نحيتها عاودت فرغت في المقلاة هذه ما تلصقليش يعني. بالاخر القديمه هي اللي نفعتني. دركان شوفوا يا اخي هاي ليكم هذوك عم تحمروا. شفتوا هذيك اللي رميتها، هذيك اللي مازالت ما طابتش، ما نحركهاش. اذا حبيت نحركها شغل نرميها كيما البالو هكذا خفيفه، بطريقه خفيفه، بحركه خفيفه. ارموها بشويه وارموا عليها الزيت، شغل تدي تحميره خفيفه على الوجه، وبعدك تقلبوها. حاولوا انكم ما تقلبوهاش غير بشويه. شوفوا هاي اللي كملتهم الحبة تاعي تاع البرغل الكبة. شوفوها كيفاش جت تهبل، جت روعة ما شاء الله، هايلة محمرة مقلية مليح، طيبة من الداخل ومن برا. هذه تقدروا ترفقوها مع سلطة، تقدروا تديروها مع صوص. انا رفقتها مع مرق الزيتون والجزر، طيبته مع شوية لحم رحيم، شوية زيتون، شوية زرودية، ورفقتها معها. هذه هي، نتمنى تعجبكم.